بعينيها الضعيفتين ولسانها الثاقب تتحسس الأفعى الهواء لالتقاط رائحة فرستها القارضة. هذا الموسم يزيد الحاجة لإشباع جوعها، فهو موسم التزاوج، والأفاعي جيدة التغذية فقط هي التي تتزاوج بنجاح. وعندما تحمل لن تأكل حتى تضع صغارها بعد 7 أشهر، لذلك عليها التغذي جيداً الآن. فور هجومها تقلع الحيوانات عن اللانوس، لكن أحد الكابيبارا يتأخر كثيراً فلا يحالفه الحظ. تقتل الأناكوندا ضحاياها بقوتها لا بسمها. تقبض الأفعى على الكابيبارا بلفتها القاتلة وتعصره بقوة يعجز معها عن التنفس، ويتوقف دمه عن الدوران. يتمدد فكاها المرنان لدرجة مذهلة، وتبدأ الآن عملية ابتلاع ضحيتها المملة بدءا من الرأس. لقد دفعت ثمن هذه الوجبة، فهي تحمل أثر عضة الكابيبارا في صراعه الأخير. هناك أفاع أخرى في العالم بطول الأناكوندا، لكن لا أحد منها يضاهي ضخامتها. كان سمك جسمها 30 سنتيمترا قبل التهام الكابيبارا. بعد 6 ساعات يختفي آخر جزء من القارض في بطن الأفعى. التفاوت بين أجزاء جسمها يثير الرعب في النفس. الأفعى ضعيفة جدا الآن، لكن لحسن حظها المخلوق الوحيد الذي لديه الجسارة للتعرض لأنثى أناكوندا بالغة يتعقب أفعى أخرى. يساعد دفء الشمس على تسريع عملية الهضم، وينتفخ جسمها بالغازات فيطفو على سطح الماء. سيراقبها هيسوس ويعود لأخذها عندما تستعيد قوامها الرشيق.